بتاريخ 8 أكتوبر 1963 أعطى ضابط جزائري تعليماته لفيلق جزائري كان تحت سلطته من أجل مهاجمة المركز الحدودي حاسي البيضاء. هذا الحادث أسفر عن مقتل عشرات أفراد من القوات المسلحة الملكية، حيث تم إحراقها كاملة. بعد هذه الفاجعة تجندت جميع الأجهزة والوحدات العسكرية المغربية للإعلان عن حرب جديدة سميت بحرب الرمال، وقد استمرت هذه الحرب لمدة 29 يوما لتنتهي في 5 نوفمبر بتدخل واسطة عربية ومنظمة الوحدة الإفريقية، حيث وقعت الدولتين معا الجزائر والمغرب بتاريخ 20 فبراير 1964 على وثيقة قانونية تنص على التوقف عن إطلاق النار بصفة نهائية. استطاع الاستعمار الفرنسي بالجزائر في عملية سياسية استعمارية من خلق نوع من الفتنة بين الدولتين الشقيقتين المغرب والجزائر، فبعدما فشلت كل محاولات الحسن الثاني في إيجاد حلول سلمية ترضي الدولتين فيما يتعلق بالحدود المغربية الجزائرية، اندلع صراع مسلح في ضواحي منطقة تندوف وحاسي البيضاء، ثم انتشرت إلى فكك المغربية واستمرت لأيام معدودة. خلال هذه الحرب طلبت الجزائر من مصر مساعدته في القضاء على المغرب، ونظرا للعداوة التي كانت تجمع آنذاك المغرب ومصر، جعلت الرئيس المصري جمال عبد الناصر حينها أن يقوم بإرسال قوة عسكرية تقدر بنحو حوالي 1000 جندي وضابط من أجل دعم الجزائر في قضيتها ضد المغرب، الذي كان يتوفر في ذلك الوقت على أسلحة متطورة خفيفة مقارنة بأسلحة الجزائر التقليدية الثقيلة. كان ضمن القوة العسكرية التي أرسلها جمال عبد الناصر لدعم الجيش الجزائري عقيد طيار لم يكن معروفا وقتها، إلا أنه أصبح الأشهر في بلاده بعد أقل من عقدين من الزمان، حيث سيتحول لاحقا من أسير حرب إلى رئيس دولة العقيد حسني مبارك. في أكتوبر عام 1963 ألقي القبض على حسني مبارك في صحراء المغرب الشرقية، بعدما اضطرت الطائرة التي كان على متنها حسني مبارك للنزول في حقول زراعية بين الدواجن والكلاب لتحاط في ثوان معدودة بأصحاب تلك الحقول، ويتبين لهم أنهم هبطوا في آخر مكان يتمنون أن يكونوا فيه في تلك اللحظة. شرق المغرب أصبح مبارك ومرافقه في الخدمة العسكرية أسرى لا حول لهم ولا قوة، محاطين بسكان واحة محاميد الغزلان المغاربة الذين اعتبروا المصريين صيدا ثمينا للمملكة المغربية، لا سيما مبارك العقيد الطيار. الدقائق مرت كقرون على مبارك الذي كان مكبلا بالحبال ومربوطا إلى جذع نخلة في الصحراء المغربية، وكان حضوره إلى ذلك المكان خطأ غير مقصود كلفه الكثير، حيث كان العقيد يتخلله الخوف الشديد في انتظار مصيره المحتوم. بعد انتهاء الحرب وظهور بوادر تحسن العلاقات بين الجمهورية المصرية والمملكة المغربية، اختار الملك الحسن الثاني تسليم الأسرى المصريين لجمال عبد الناصر في مطار القاهرة إثر زيارة قام بها الحسن الثاني للقاهرة، حيث توجهت طائرة تحمل حسني مبارك ورفاقه الأسرى إلى هناك. وبعد وصول الحسن الثاني إلى القاهرة وجد الرئيس جمال عبد الناصر بالمطار في انتظاره، حيث بعد انتهاء البروتوكول الرئاسي حرص جمال عبد الناصر على تقديم باقة من الزهور كهدية للحسن الثاني. قبل الملك الهدية ثم قال لجمال عبد الناصر: أنا بدوري سأهديك باقة من اللحوم الحية. ما كان يعنيه الحسن الثاني حينها هو أنه سيسلم لعبد الناصر مجموعة من الضباط المصريين، وبينهم حسني مبارك الذي عاد من الأسر ليترقى في المناصب إلى أن وصل لكرسي الرئاسة بمصر عام 1981.